ازيكم يا اجمل شيفستات. النهارده حلقه مميزه وعزيزه على قلبي جدا جدا، لاني بحب جدا الباوند كيك او الكيك الانجليزي او كيك الزبده، سموه زي ما تسموه. المهم انه هيطلع الحاجه الروعه اللي قدامكم دي. شايفين الخرطه طالعه عامله ازاي من جوه؟ هشه جدا وطريه جدا جدا ومستويه جدا جدا، وطعمها بقى وريحتها ولا اروع. ويا سلام بقى لو باتت لتاني يوم بتبقى احلى واحلى كمان، زي اللي بنجيبها الباوند كيك اللي من بره بالظبط واحلى. بقولك ايه، لو عجبك الفيديو سيبي بقى كل اللي في ايدك واشتركي في قناة شيفاستا وفعلي الجرس بقى واعملي لايك وشير للفيديو وقولي لاصحابك ومعارفك وجيرانك عننا شيفاستا. المكونات: كوبايتين ونص من الدقيق الابيض، كوباية وربع من السكر البودرة، كوباية وربع من الزبدة، نص كوباية من الحليب، كوباية زبادي بلدي، 4 بيضات، معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، معلقتين كبار من اللبن البودرة، معلقة كبيرة من محسن الكيك، ربع معلقة من الملح. أول حاجة بجيب البولة بتاعتي الكبيرة اللي هشتغل فيها واحط فيها كوباية وربع من الزبدة اللي بدرجة حرارة الغرفة أو ما يعادل 250 جرام من الزبدة بالظبط. بجيب المضرب الكهربائي وابدأ ان انا اضرب الزبدة شوية عشان تعمل قوام كريمي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليها بكوباية وربع من السكر البودرة. لازم السكر يكون بودرة يا جماعة عشان يبقى سهل معايا في الضرب، وكمان يديني القوام الكريمي وما يخرص بعد كده في الكيكة ولاقيه ظاهر وباين ويبقى شكله وطعمه مش حلو. بفضل ان انا اضرب في السكر والزبدة لحد ما يبقى قوامهم كريمي ولونهم يبقى فاتح بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا احط عليهم ال4 بيضات، بيضة بيضة. نزلت اول بيضة لحد ما تختفي، وتاني بيضة، وتالت بيضة برضو لحد ما تختفي، ورابع بيضة. كده نزلت ال4 بيضات بالتدريج، واحط عليهم بقى معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة او معلقة ونص زي ما تحبي، بس ما تكتريش عن كده عشان طعمها ما يمررش، وكمان عشان ريحتها ما تبقاش زعقة قوي وجامدة. كل حاجة لما تكتري منها بتبقى مش حلوة. شايفين القوام عامل ازاي يا جماعة؟ هحط بقى انا كده معلقتين اللبن البودرة على نص كوباية اللبن عشان ادوبهم فيه. اللبن البودرة بيدي طعم زيادة وطعم غني كمان للكيكة بتاعتي، فبحب قوي ان انا احط اللبن البودرة مع اللبن. واحط برضو كوباية الزبادي البلدي او كوباية اي زبادي عادي، المهم تكون كوباية واحدة من الحجم المتوسط. واضرب كل ده مع بعض كويس قوي لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. هجيب بقى كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من محسن الكيك وربع معلقة أو رشة ملح صغيرة، يعني ربع معلقة من الملح صغيرة. قلبت المكونات الجافة كلها مع بعضها وهنزل بيها على الخليط اللي انا عملته، وابدأ ان انا اقلب بقى سواء بالمضرب الكهربائي برضو او بالمعلقة العادية او بالسباتيولا، كله زي بعضه. بس انا ما ضربتش بالمضرب الكهربائي عشان الدقيق ما يعفرش معايا ويخرج بره البولة. قلبتها كويس قوي قوي بحيث ان ما يكونش فيه اي فقاقيع ولا اي تكتلات خالص. جبت بقى القالب اللي انا هعمل فيه، دهنته بالزبدة كويس قوي قوي من كل الجوانب والحروف، وحطيت عليه رشة من الدقيق، وهبدأ ان انا اعمله كده في الصينية عشان الدقيق كله يروح في كل الاماكن. دي خطوة عشان الكيكة بتاعتي ما تلزقش بعد كده، واعرف ان انا اطلعها من القالب بسهولة. هبدأ بقى احط الكيكة بتاعتي في القالب. حطيها بقى كده، تمسكيها وتصبيها زي ما انت عايزة، بس قوام الكيكة بتاعتي تقيل شوية فعشان كده مش من السهل ان هو يتصب. خلوا بالكم الباوند كيك مش زي الكيكة العادية، لازم قوامها يبقى تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس هي في نفس الوقت هشة، يعني هي مش تقيلة في الوزن، هي بس سميكة في السمك لكن هي هشة، وعشان كده ده سر نجاح الباوند كيك. بحطها في الفرن يكون سخن مسبقا، يعني مولعاه من قبلها ب10 دقايق او ربع ساعة على درجة حرارة 180 على الشبكة. بتاخد حوالي نص ساعة، يعني 30 دقيقة ل 35 دقيقة بالكتير. ده لو القالب بتاعك متوسط زي بتاعي، لو القالب بتاعك كبير ممكن توصل ل 40 دقيقة او 45 دقيقة. بطلعها وبسيبها لحد ما تهدى شوية، وبعدين بقلبها بتطلع بالمنظر الروعة اللي انتوا شايفينه ده، لونها ذهبي ومتماسكة وجميلة جدا جدا. هرش عليها سكر بودرة او زي ما تحبوا، بس هي بتتقدم وفوقيها سكر بودرة. هقطعها وشايفين القطع من جوه شكلها روعة ازاي، طعمها بقى بجد يجنن. يا ريت تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، وبالهنا والشفا.
لو عجبتكم فيديوهات شيفستا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس اللي جنب السبسكرايب. ازيكم يا احلى شيفستات. شيفستا هتعمل لكم المبكبكه الليبي اللي على اصولها، شكلها يهبل وطعمها يجنن بجد. هي دي بقى المبكبكه الاصلي. شايفين ازاي الصلصه فيها روعه وطعمها جميل وريحتها جميله جدا جدا. اول حاجه عندي مكرونه، اي نوع مكرونه انت عايزاه، بس هي بتتعمل بالمقصوصه دي. وعندي لحمه مقطعه مكعبات وعصير طماطم وصلصة وبصلاية ونص قرن فلفل حامي، معلقة صغيرة من الثوم، زيت، ملح، فلفل اسود، قرفة وقرنفل وشطة وحبهان ورق لورا. اول حاجة بجيب حلة كبيرة على قد المكرونة اللي انا هعملها واحط فيها معلقتين كبار من الزيت، ولما يسخنوا هنزل عليهم باللحمة اللي انا قطعتها مكعبات صغيرة عشان تبقى سهلة معايا في انها تستوي وتبقى كويسة في المكرونة. بقلب فيها لحد ما لونها يتغير بالشكل ده واحس ان هي بدأت تتحمر شوية، وبعدين هنزل عليها ببولتين من المية او بكوبايتين من المية، طبعا على حسب نوع اللحمة اللي انت جايباها، وهسيبها لحد ما المية تشرب منها خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ساعتها هحط عليها بصلاية متوسطة متقطعة مكعبات ونص قرن فلفل حامي بس عشان انا مش عايزاها حراقة اوي. هما الليبيين بيحطوا هريسة الشطة فطبعا دي بتخليها حارة. هحط عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم، الثوم بيدي المكرونة نكهة في غاية الجمال. هحط كمان عليها معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من القرفة وربع معلقة من القرنفل وربع معلقة من الشطة وربع معلقة من الحبهان وورقتين لورا، وهنزل عليهم بعصير الطماطم. ده حوالي ربع كيلو من الطماطم خلطاه في الخلاط مع ربع كوباية من المية ومعلقتين كبار من الصلصة. طبعا الطماطم هي اللي بتديني طعم الصلصة الجميل، اما الصلصة الجاهزة دي بتديني اللون الاحمر اللي كلنا بنحبه في الصلصة، فالاتنين مع بعض هما اللي بيعملوا ميكس كويس قوي. عندي بقى بولة من الشوربة، لو ما عندكيش شوربه مفيش مشكله، ممكن تحطي مرق الدجاج على الميه او ممكن تزوديها ميه عاديه مفيش اي مشكله. هسيب كل المكونات دي مع بعض تغلي على النار لاني مش هقدر احط المكرونه الا لما كل المكونات بتاعتي دي تغلي كويس قوي. لما تغلي كويس قوي كده هبدا ان انا انزل بالمكرونه. انا هنا عامله حوالي نص كيلو من المكرونه المقصوصه، طبعا كده الميه قليله فيها او الصلصه بقى قليله فيها فهزود ميه. انا هنا بزودها مقدار الرز، يعني لازم تكون المية مغطية المكرونة وتكون المكرونة غرقانة في المية. هسيبها على نار عالية لحد ما تغلي، وبعدين اول ما تغلي هوطي عليها النار خالص. شوفوا هي كده بدأت ان هي تغلي خلاص. هوطي بقى عليها النار خالص على اهدى حاجة خالص وهغطيها تاني وهسيبها بقى مع نفسها لحد ما تشرب الصلصة كلها. شايفين ازاي شربت وبقت روعة، والمكرونة طبعا استوت. لما المكرونة تستوي وتبقى خلاص بتتاكل عادي هي كده بتكون جاهزة. طبعا بسيب فيها شوية صوص عشان تبقى جوسي كده وشكلها جميل قوي، وخصوصا كمان لما بتقعد شوية بتشرب الصوص تاني فبيكون هو ده الحاجة المظبوطة بتاعتها. روعة 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 بجد. ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، وبالهنا والشفا. لو عجبتكم فيديوهات شيفستا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس اللي جنب السبسكرايب.